شخصيتك مش لازم تتعب عشان تبنيها. ممكن تطلع للناس بأي شخصية تعجبك. عايز تبقى مثقف؟ شير أي كلام في آخره نجيب محفوظ. عايز تبقى متدين؟ نزل أدعية. عايز تبقى غني؟ اتصور جنب أي عربية وأي فيلا وبأي طقم شيك حتى لو سيلفي من واحد صاحبك. حياة ما فيهاش مسؤوليات لأنها حياة مش حقيقية. السلام عليكم. عارف مين أسوأ تاجر في الدنيا؟ التاجر اللي يعرف ان بضاعته سوقها مش ماشي يقوم مغير شكل العلبة واسم المنتج ويعيد توزيعها من الاول. نفس المنتج، نفس الطعم، نفس الجودة اللي تحت الصفر، بس الاسم مختلف والشعار مختلف. ده اللي بيسموه بقى الغش التجاري. وده نفس الشيء اللي بتعمله الميديا بكل وسائلها دلوقتي. ومش بنعمم طبعا، كل أداة في الدنيا في ناس بتستخدمها صح وناس بتستخدمها غلط. والسكينة لو قطعت بيها تفاحة أو قتلت بيها حد مثلا هي ملهاش ذنب في الحالتين. عمرك شفت سكينة دخلت السجن؟ السكينة هي مجرد أداة ليها استخدامين، وانت اللي اخترت تستخدمها بالطريقة السلبية. زي ما أنا قاعد قدامك دلوقتي بحاول على قد ما أقدر أقول لك حاجة تفيدك. كان ممكن جدا أقعد قدامك نفس القعدة دي نركب بقى ترندات ونخوض في أعراض ناس ونحرض الزوجة على جوزها والزوجة على مراته، وده على فكرة بيلم ريتش أكتر. يبقى خلينا نتفق اتفاق ونمشي عليه لآخر الحلقة. أي كلام هتسمعه مني دلوقتي في نقد للسوشيال ميديا أنا مش بدين به الأدوات، لا، ولا بدين به كل اللي بيستعملوها على الإطلاق. مش كنترول إيه يعني، لكن بدين الفعل بغض النظر تماما بيتعمل فين أو مين اللي بيعمله. زمان أعتقد إننا عشنا زمن طويل قوي كانت الحاجات الحلوة فيه محطوطة على رف، والحاجات الوحشة محطوطة على رف تاني، واللي عايز حاجة يمد إيده ياخدها من اليمين بقى من الشمال، اختياره ويحاسب عليه. دلوقتي النظام ده اتغير، بقى فيه نظام جديد يتحط فيه كل حاجة على رف واحد، عشان اللي ما يعرفش يفرق بين الصح والغلط يشيل الغلط وهو فاكر إنه صح. هتقول لي يا سامح هو في حد ما يعرفش الصح من الغلط؟ هقول لك برافو عليك، مش بالطريقة والله، برافو عليك فعلا. كلنا عارفين الصح من الغلط، بس لو أنا شوهت الصح ولونت الغلط خليتهم شبه بعض قوي يعني يمكن تتلخبط. ما هي خدعة مش سهلة وبيقع فيها ناس كتير قوي أكبر مننا كلنا وأشطر مننا كمان. ودي كانت اللعبة الخطيرة على كل وسائل الميديا وعلى السوشيال ميديا بالتحديد. عارف ليه بالتحديد؟ عشان مفيش أي جهاز في حياتك عندك نفس مستوى الارتباط بيه زي جهاز الموبايل. مفيش حد بيفتح عينه من النوم يدور على ريموت التلفزيون، ولا في حد بيقعد في وسط أهله أو في وسط اجتماع في شغله أو وهو مستني دوره في البنك أو حتى وهو في عزا حاطط وشه في وش أي جهاز في حياته غير الموبايل. مفيش حد بيضيع نص يومه مع الغسالة أو الهاند بلندر، هو الموبايل. التكنولوجيا اتطورت كتير قوي آخر 20 سنة، بقى عندنا أجهزة كتير، بس أكتر جهاز بقينا محبوسين جواه هو الموبايل. الموبايل اتحول لسجن فعلا. ما هو إيه فكرة السجن؟ إنه يعزلك عن كل اللي حواليك وإنك ما تقدرش تهرب منه، إنه يحوطك بأسوار ويسمعك الكلام اللي إدارة السجن عايزاك تسمعه. ما الموبايل بيعمل كل ده وإنت جوه السجن ده اتغسل دماغك واتلعب في مفاهيمك. وما تزعلش قوي يا سيدي، أنا كمان اتلعب في مفاهيم. وخليني أقول لك ده حصل إزاي. زمان كان الواد الصايع قليل الأدب اسمه واد صايع وقليل الأدب عادي، ما كانش اسمه وائل يعني، وما كانش حد بيرتبط بيه غير اللي شبهه. دلوقتي إيه اللي حصل؟ اتغير الاسم بس، بقى اسمه باد بوي. وفجأة سبحان الله بقى الباد بوي ده حلم البنات كتير. بعض البنات بيكون في حياتها إنسان محترم ومتربي، بدل ما تحمد ربنا عليه بتدور على قليل الأدب أو الباد بوي. هو ده فتى أحلامك؟ ده احنا زمان ما كناش بنرضى نصاحب. بدل ما تقول أنا بخون مراتي مع واحدة تانية وأنا زوج خاين ومش مسؤول وبرتكب كبيرة من الكبائر اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها، بقيت تقول أنا بروش. كلمة ماشي مع حد كلمة قاسية وصعبة محدش يقبلها على نفسه، غيروها وبقى اسمها مصاحب وعدت. الأب اللي كان ليه قدسية بعد ربنا سبحانه وتعالى ورسوله، بعضهم دلوقتي بقى بيتشتم عادي وبقت حاجة ينفع نهزر فيها. وفي موقع معين من مواقع التواصل أنا مش هقول اسمه وانت هتعرفه لوحدك، الموقع ده مشهور بالعيال اللي بتشتم أبهاتها.
ولو انت محترم ومش عايز تشتم ابوك هيخلوك تتريق عليه، تكتب عنه موقف يضحك الناس عليه، تعمل فيه مقلب سخيف، وكلها حاجات روشة وبتجيب ها ها ها. زمان كان لما تكسف حد وتحرجه كان ده فعل مش محترم، ملوش غير اسم واحد، قلة ذوق. دلوقتي بقى اسمها ايه؟ قصف جبهة. بنسقف للي بيعمل كده ونقول له واو برافو انت جامد قوي. على ايامي كان الطالب اللي يشيل مادة بيتكسف من نفسه، بيتكسف حد يشوفه في الشارع، مش عشان الفشل عيب، عشان كان عندنا حياء وخجل. دلوقتي ده بقى إفيه. اكتب بوست كده على الفيس واتكلم فيه ازاي خرجت من الامتحان مش كاتب غير اسمك، وروحت بمنتهى اللامبالاة، اتغديت واتفسحت مع اصحابك، وشوف بقى الريتش اللي هيجيلك على البوست ده. الارتباط على ايامنا كان ليه شكل وسياق ثابت. تعجبك واحدة تدخل البيت من بابه، تاخد علبة الجاتوه اللي انت جايبها على مزاجك لانك نفسك فيها وهتاكل منها، وتروح تقعد مع ابوها على الانتريه المذهب وتقول له يا عمي انا يشرفني جدا اطلب ايد سميحة بنت حضرتك، وممكن يطلع في الاخر ما عندوش بنت اسمها سميحة اصلا. دلوقتي بقى في مسمى جديد في العلاقات غير الاربعة اللي احنا نعرفه، يعني خاطب متجوز مطلق ارمل، ده كان زمان. دلوقتي في حاجة اسمها مرتبط سوشيال. ومرتبط سوشيال دي عشان انت لو دقة قديمة زي حالاتي، هو واحد عجبه بروفايل واحدة اللي هو غالبا ما فيهوش اي حاجة مش فيك غير اسمها، وحتى دي مش مضمونة قوي. تتكلموا تبعت لها ايموجي دبلة، تبعت لك ايموجي صباعها، قال يعني كده لبست الدبلة وخلاص الف مبروك. لو حبيتوا تنفصلوا حد فيكم بيعمل التاني بلوك. طب دي بالذمة علاقة ارتباط؟ علاقة ايه دي اللي ممكن تنتهي لو الباقة خلصت؟ انت بتحب السوشيال علشان مريحاك، شايل عنك اعباء كتير حقيقية. يعني بدل ما تاخد هدية وتروح لصاحبك في عيد ميلاده ابعت له صورتها بس واكتب عليها كلمتين. لو عايز تعزي واحد في وفاة والده مش لازم تسافر له دلوقتي، انت ممكن تدوس ساد على بوست النعي، ولو بتحبه قوي اكتب له كومنت. شخصيتك مش لازم تتعب عشان تبنيها، ممكن تطلع للناس بأي شخصية تعجبك. عايز تبقى مثقف؟ شير أي كلام في آخره نجيب محفوظ. عايز تبقى متدين؟ نزل أدعية. عايز تبقى غني؟ اتصور جنب أي عربية وأي فيلا وبأي طقم شيك حتى لو سيلفي من واحد صاحبك. حياة ما فيهاش مسؤوليات لأنها حياة مش حقيقية، ما فيهاش أي شيء حقيقي. وعشان الخروج للحياة الحقيقية صعب، بعد ما لقيت كل اللي انت عايزه في حياتك الوهمية هتفضل محبوس عندك. العالم كله بقى في جيبك، هتعوز منه ايه تاني؟ انت دلوقتي تقدر تعمل اللي عمرك ما كنت تقدر تعمله، تقدر تدخل بيوت الناس وتشوف اللي جواها، تقدر تسافر معاهم في المصايف والرحلات، تقدر تعرف أسرارهم ومشاكلهم، كل ده وانت قاعد في مكانك. بس صدقني كل اللي انت فيه ده مش حقيقي. حياتك الحقيقية هي اللي بتتسرق منك دلوقتي. حاول تلحقها قبل ما تضيع خالص، وما تسمحش لحد يضحك عليك. أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى حرمها هتفضل حرام مهما غيرنا في أساميها، ومهما زوقناها ولفيناها لفة هدايا وحطينا عليها جليتر كمان، هيفضل الغلط غلط. وكل سنة وانتم طيبين.